بصل الكشري بيطلع معاكي طري وشارب زيت؟ استني، في سر هيخليه يقرمش معاكي ويطلع بالحلاوة والجمال ده. يلا بينا مع بعض نشوف ايه السر اللي خلى البصل بتاع الكشري او بيسموه زي ما بيقولوا تقلية بالجمال ده والفرفرة دي والصوت اللي انت سامعاه ده. اول حاجة لازم الزيت معايا يبقى غزير بالشكل ده، ولما انزل البصل انزله دفعات واسمع صوت الطشة ده، يعني الزيت يبقى سخن بس مش مولع. تمام. ولما اقلبه بالطريقه دي، وطبعا هسيبه اول دقيقه ما اقلبهوش، وبعد كده هقلبه بالراحه واطلعه باللون الذهبي الغامق اللي انتوا شايفينه ده، مش بني، لا ذهبي غامق، وهطلعه في مصفى او على ورق مطبخ علشان يشرب الزيت معايا ما يبقاش فيه زيت. طبعا افضل ورق مطبخ. تمام. واصفيه كويس جدا وانا بطلعه من الزيت عشان ما يبقاش الزيت كتير فيه. البصل دوت بيحتاج مكون، يلا بينا نعرفه. اول حاجة انا مقطعه البصل شرايح رفيعة جوليان كده زي ما انتوا شايفين، وهحط عليه معلقة او معلقتين من النشا ومعلقة او نص معلقة من الملح على حسب كمية البصل اللي انت مقطعاه، وبقلبه فرفره كده فرفرة مش دعك، يعني انا مش هدعكه زي بصل البطاطس والكلام ده. هيطلع معاكي احلى بصل كشري دقتيه في حياتك زي بتاع المحلات بالظبط، قرمشه بجد ما حصلتش. لو عجبك الفيديو ما تنسليش بلايك وشير وسبسكرايب عشان انزل لكم كل جديد، واعمل لكم ان شاء الله طريقه الكشري زي بتاعه المحلات بالظبط. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.